مش كل سكوت احترام، في سكوت بيدمر العلاقة من غير صوت، وهقول لك ازاي تفرق بينهم. مساء الخير. لو المحتوى بيفيدك ما تنساش تشترك في القناة ولايك وشير عشان نوصل لناس اكتر. دعمكم بيفرق معايا وبيساعدني اكمل. يلا ندخل في موضوعنا بقى. في فرق كبير بين واحد سكت عشان يهدى وبين واحد بيستخدم السكوت كوسيلة للعقاب. حد يزعل من الطبيعي انه بيحتاج شوية وقت عشان يهدى، ساعة ساعتين او حتى يوم، علشان ما يقولش كلام يندم عليه. لكن في الحالة دي هو بيكون واضح مع شريك حياته ويقول له اديني فرصة اهدى وبعدها نتكلم. اما الصمت العقابي فدي حاجة تانية خالص، ان شريك حياتك يتجاهلك عمدا، يرد عليك للضرورة وبكلمة او بكلمتين ويمكن لا، ويعاملك كأنك مش موجود، ويطول في ده ايام ويمكن اسابيع، وفي ناس مش عايزة اقول انها شهور، يمكن محدش يصدقني بس انا قابلت حالات كده. هو غالبا مش شايف انه بيعذبك، هو شايف انه بيربيك او بيعلمك درس او بيضغط عليك لحد ما تعتذر، انه ما يعرفش ان بالطريقة دي بيتسبب في جروح نفسية عميقة جدا. واخطر حاجة في الصمت العقابي انه بيوجع من غير صوت. كل يوم بيعدي الطرف التاني بيسأل نفسه، يفضل يسأل نفسه انا عملت ايه؟ هو زعلان ليه؟ هو هيفضل كده لحد امتى؟ ويقعد يراجع في كل كلمة قالها وكل موقف حصل، يمكن يلاقي سبب وفي الآخر ما يلاقيش إجابة. ومع الوقت المشكلة ما بتبقاش في الخناقة نفسها، المشكلة إنك بتفقد إحساسك إنك شريك. كل مرة تحاول تفهم ما تلاقيش إجابة، كل مرة تحاول تصلح تلاقي باب مقفول، وبعد فترة ما بتبقاش سكت لأنك اقتنعت، بتسكت لأنك تعبت من السؤال، تعبت من الانتظار، تعبت من السكوت، تعبت من عدم التفسير، تعبت من انك كل مرة تمد ايدك للحل يكون الصمت هو الرد. وفي لحظة معينة بتحصل اخطر حاجة، مش انك تبطل تعاتب، الاخطر انك تبطل تهتم. يبقى كل واحد عايش في عالم لوحده تحت سقف واحد، لكن من غير علاقة حقيقية، من غير حياة طبيعية. ولو انت بتعمل كده مع شريك حياتك، افتكر ان السكوت مش بيحل المشكلة، هو بيقتل الرغبة في حلها. لو محتاج تهدى ده حقك، لكن قول لشريكك انا متضايق ومحتاج شوية وقت اهدى وبعدها نتكلم. اما انك تستخدم السكوت كعقاب فانت مش بتحافظ على العلاقة، انت من غير ما تحس بتطفي فيه حتة كل مرة، لحد ما بيجي يوم تلاقي الطرف التاني بطل يزعل، مش لانه ما بقاش بيحبك لكن لأنه تعب. وافتكر الخلافات بتحلها الكلمات، لكن الصمت العقابي بيدفن المشكلة ومعها بيدفن المشاعر. ولو وصلت لحد هنا شاركني برأيك، هل الصمت العقابي بيصلح العلاقة ولا بيدمرها من غير صوت؟ مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.